السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الكثير من الناس بتقول لا حياء في الدين، كلام ما بيجوز. قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. برضو بنسمع واحد يقول له: يا أخي وتوكل على الله وعليك. ما بيجوز. مصداقا لذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أحد الصحابة وقال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. تلقاه في الجرائد كثير، أو يقول لك: ووري الثرى ودفن في مثواه الأخير. نحن كمسلمين القبر ما هو مثوى أخير، ولا هو نهاية الحكاية، هو مرحلة الناس بتمر بها على أساس في مثوى أخير. المثوى الأخير هو إما جنة، ربنا يجعلنا من أهل الجنة، أو نار. يعني حتى الأعراف نفسها اللي هي المنطقة ما بين الجنة والنار يعني مؤقتة يعني. لكن المثوى الأخير هو جنة أو نار. بتلقى برضو كلمة حرام عليك، الناس بيستخدموا في كلامهم دائما: يا أخي حرام عليك، حرام عليك دي إذا كان أصلا هو الفعل الداير يعمل الزول ده حرام وما في حرج هنا. لكن إذا ما كان الفعل ده حرام، إذا زول قال حرام عليك في الحالة الأولى وقاصد الحرام الشرعي، فده ما بيجوز. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. أما إذا ما قصد الحرام الشرعي قال الله يا حرام عليك، لكن ما قصد الحرام الشرعي، والأولى الاجتناب، لأنه بيحصل لبس للمستمع ويكون الموضوع فيه لبس ما بين اللفظ الشرعي واللفظ المقصود به المنع أو التهويل. برضو من الكلمات برضو بتسمع يقول لك: يا أخي الله فلان ده ما يستاهل، فلان والله يا أخي حصل له حادث يا سلام انكسر، يا أخي والله ما يستاهل. يا أخي أو زول أنت ما بتحبه جاته قروش، جاته رزق معين، برضه يقول ما يستاهل. الكلام ده ما بيجوز. ليه؟ لأنه فيه اعتراض على حكمة الله، على أقدار الله. برضه واحدة من الكلمات خصوصا عندنا في الحرب يقول لك: والله فلان ده مات شهيد، وفلان استشهد، والجماعة دي الشهداء. حقيقة ورد نص بعدم تعيين فلان من الناس بالشهادة، وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان: لا تقل فلان شهيد، لأن من يعتبر شهيدا على سبيل التعيين وما ورد في حقه نص بالشهادة. أما ما عداه فلا يمكن القطع لأحد من الناس بأن يكون شهيدا، ولكن إجمالا يرجى من أن شخص إذا توفى في سبيل الله قتل أو ومات دون ماله فهو شهيد على سبيل الإجمال. من قتل في سبيل الله إجمالا فهو شهيد، ويرجى أن يكون مع الشهداء. قبلوا خالص تحايا وزينوا ساعتكم هذه وقاتلوا بالصلاة على سيدنا محمد الصادق الأمين والرسول الكريم، خير من واطئ الثرى، ومما زادني شرفا وتيها كدت بأخمصي أطأ الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت صلى الله عليه وسلم، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
أجمعين. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.